السلام عليكم مشاهدينا الكرام، ومرحبا بكم في هذه النشرة الإخبارية العاجلة. وفي أبرز عناوينها: الحكومة المغربية تعلق على التمور الجزائرية الفاسدة، زلزال يضرب القواعد الجزائرية اليوم بسبب المغرب. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام عبر هذه النشرات الإخبارية اليومية، والآن إلى التفاصيل. كشفت الحكومة المغربية في أول تعليق لها حقيقة ما أثير حول عملية تهريب على الحدود المغربية الجزائرية الموريتانية، يتم من خلالها تهريب كميات من التمور الجزائرية التي تحتوي على مواد مسرطنة تباع بالسوق المغربية. الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى بيطاس أكد في جوابه على أسئلة الصحافة في الندوة الموالية للمجلس الحكومي المنعقد يوم أمس أن المكتب الوطني للسلامة الصحية باعتباره مؤسسة وطنية تراقب المنتجات الغذائية وتصدر شهادات في هذا الصدد، مضيفا أن هذه الشهادات تكون تحت رقابة مؤسسات دولية، ما يعني أنه إذا تم استيراد مواد غير صحية فإن المكتب يكون في حرج أمام هذه المؤسسات الدولية. وأفاد المتحدث نفسه أن الشهادات التي تصدرها أونسا موثوق فيها، مشددا على أن جميع الدراسات والتحاليل المخبرية الخاصة بالتصدير والاستيراد يتم الوقوف عندها بشكل دقيق لكي يتم حفظ السلامة الصحية للمواطنين. وكان النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب قد حذر وزير الصناعة والتجارة من هذا الموضوع في سؤال كتابي حول مراقبة جودة التمور المستوردة، موردا قوله إنه مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك يتجدد النقاش حول جودة المواد الأكثر استهلاكا في هذا الشهر الفضيل، وعلى رأسها التمور التي تلقى إقبالا منقطع النظير لدى الأسر المغربية. وفي موضوع آخر، الرئيس الجزائري يزيح من وزارة الخارجية العمامرة أحد أشد خصوم الرباط، حيث أعلن الناطق الرسمي عن رئاسة الجزائر تعديلا حكوميا شمل عددا من المناصب الوزارية من بينها الخارجية كما كان متوقعا. وعين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بموجب هذا التعديل أحمد عطاف وزيرا للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، خلفا لسابقه رمضان العمامرة. كما أنهيت مهام كمال رزيق وزير التجارة وترقية الصادرات ليعين خلفا له الطيب الزيتوني، وفق ما نقلته الشروق الجزائري. وكانت أنباء قد تداولتها الصحافة قد أشارت إلى سعي وزير الخارجية العمامرة إلى الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في سنة 2024 في مواجهة الرئيس الحالي عبد المجيد تبون. وكان تبون قد أثار جدلا بعد آخر خرجته الإعلامية بحديثه عن أشخاص ينتظرون موعد 2024، وهو ما أثار نقاشا حول ما إن كان المقصود من ذلك هو ترتيب جناح في السلطة لمرشح جديد. وما يؤكد هذه الأنباء هو أن العمامرة كان قد غاب عن المشهد الدبلوماسي خلال الأسبوعين الماضيين، بينما تولى بلاني الإشراف على المسؤولين الأجانب الذين يزورون الجزائر والأنشطة الدبلوماسية التي تنظم بمقر الوزارة. كما غاب العمامرة عن الدورة العادية 159 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية المنعقد الأربعاء الماضي بالقاهرة. إلى هنا متابعينا الكرام نكون قد وصلنا نحن وحضراتكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. نشكركم على حسن المتابعة. دمتم في أمان الله